يا أصدقائي. حدوتة النهاردة عن راجل متجوز بنت، وكان هو بطل سباقات شهير جدا، وكان عيشته سعيدة جدا هو وزوجته. بيصحى من النوم يبقى مراته تجهز له الفطار، وينزل بسرعة يفطر عشان يروح على طول يشتغل. طبعا مراته بتقول له خد ده معاك، قال لها أنا ورايا سبق، أنا مش فاضيلك، وراحت سايباه وماشي. وقاعد اهو عمال يقابل اصحابه، يقول بقى انا عندي وقت لاصحابي. تقول له طب ما تديني شويه من الوقت ده وتعالى افطر معايا. قال لها سيبيني في حالي، وراح رايح هو واصحابه. هي طبعا قاعده تعيط ان هو سايبها. هو بطل عالمي وكل الناس مش بتحبه عشان هو مشهور، وكل الناس برضه بتحاول تقرب منه. هو بيخش السبق من دول ويروح جاري وسابق كل الناس عشان هو بطل شاطر جدا. بس صفته طبعا ان هو عايز يبعد عن زوجته ويفضل مع الناس التانية، كانت طبعا حاجة مش كويسة. هو بيكسب كل السباقات والبنات كلها بتحبه، وهو كان بيبقى مش متضايق ان هو يبقى قريب من بنات تانية. مراته بتفضل محضره له الغدا وقاعدة مستنياه يروح، وتكلمه في التليفون. طبعا هو ما بيردش. هو يا ترى فين؟ هو مشغول مع البنت التانية دي، وهم قاعدين يخرجوا مع بعض، والبنت التانية بتقوله يلا بينا تعالوا نعدي الناحية التانية. وهو بيجري لقى البنت التانية هتتخبط. هو ضحى بنفسه عشان ينقذها، عشان هو كان بيحبها، أو على الأقل فاكر نفسه بيحبها. ولما دخل المستشفى ملقاش حد جنبه غير مراته، هي الوحيدة اللي فضلت قاعدة جنبه لما رجله راحت. هو دلوقتي ابتدى يعرف حقيقة اللي حصل، وابتدى يعرف ان الناس كلها مش دايما بتبقى جنبه ساعة المرض. الناس كانت جنبه بس عشان هو مشهور وبطل، لكن لما بقى رجله مصابة وبقى مش قادر يلعب تاني سباقات جري، البنت اللي هو كان بيحبها وضحى بحياته عشانها سابته وراحت حبت تاني واحد في البطولة. وهو كان عايز ينتحر طبعا، لأن هو ما كانش مستحمل ان هو عاجز كده وبعيد عن كل البطولات اللي هو حققها، واكتشف حقيقة الناس اللي حواليه. لما قعد غضبان وعمال يجري وبيحاول ينتحر، مراته هي الوحيدة اللي وقفت جنبه ولحقته، وقالت له ما تقلقش، احنا هنعدي من الأزمة اللي احنا فيها دي وهترجع أحسن من الأول. هي خدت قرار ان هي هتبيع البيت الغالي اللي هم قاعدين فيه، عشان هم ما عندهمش فلوس يشتروا اللي هم عايزينه. يا ترى ايه هو اللي هم عايزينه؟ هي شافت البيت ده غالي وجايب لهم فلوس كتير، بس هو عندهم حاجات تانية تعيشهم احسن. هم كانوا بقوا فقراء عشان هو معهوش فلوس، بس هي جابت له رجل صناعية، هي ده اللي كانت بتحوش وعايزة تجيبه بالفلوس. هو كان سعيد جدا بيها. وبعدين رجع اتمرن تاني وقدر ان هو يخش سباق الجري. هي كانت بتشجعه طول الوقت، والناس التانية كانت هتسبقه، بس هي شجعته جامد قوي والعزيمة رجعت له تاني، وقدر يسبق كل المتسابقين التانيين. رجع بطل زي ما كان. مراته كانت فرحانة بيه جدا ان هو رجع بطل، لان هي بتحبه بجد، الحب الحقيقي. وطبعا البنت اول ما شافته رجع بطل قالت له ايه رأيك نرجع مع بعض. طبعا هو ضربها وبعدها عنه، قال لها انا مراتي هي حبي الوحيد، هي اللي بتقف جنبي في كل الظروف. يا ترى لو عجبكم الفيديو ممكن تدوسوا اعجاب وتشتركوا في القناة، وكمان تفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل فيديوهاتنا.